السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الكريب كيجي رائع وخفيف وكيجي رطب وما كيتعجنش. نحتاجو كمقادير: نصف لتر حليب، نص لتر ديال الحليب أي نوعية كانت، يكون بارد بلا ما تسخنوه عادي. نضيفو عليه 3 د البيضات. يفضل يكونوا الحجم الكبير ولا متوسط، ما يكونش ديك الصغيورين بزاف. كنضيفهم ب3. هنايا عندي الحليب بارد، كنضيف عليهم الساشي ديال الفانيلا ديال لافاني. السعه ديالو 7 غرام. هنايا واحد القبيصه ديال الملحه، 3 د المعالق ديال الزيت النباتي، اي زيت متوفر. هنايا 50 غرام ديال الزبده المذابه. انا هنايا درت الزبده نباتيه، ما درتش الزبده الحيوانيه، نتوما لكم الاختيار. بحال كيما الزبده بطبيعه الحال الزبده الحيوانيه كتكون عندها واحد النكهه خاصه وزوينه احسن من الزبده النباتيه، ولكن الا ما متوفراش ماشي مشكل، الزبده النباتيه تقضي. هنايا كنخلط بالفوي مزيان مزيان مزيان. الا لاحظتوا ديك الزبده مع الحليب بارد، الزبده والبيض ما تجانسوليش مع الحليب مع باقي بارد. هنايا غادي نحتاج 240 غرام ديال الدقيق. غادي نديرو على دفعات، غادي نديرو على 2 دفعات. غادي ندير واحد الكميه ونخلط حتى يتجانس الخليط، ونعاود ندير كميه اخرى. هنا الا كتلاحظوا باقيين دوك الخليط ما تجانسليش بين الزبده والبيض. وهنايا داكشي علاش غادي نطحنوه. الكريب ضروري تطحن، ضروري، لان ما كيكونش متجانس 100%. هنايا غادي نضيف ديك الدفعه الثانيه ديال الدقيق ديالي. شوف القوام ديال الكريب كيجي خفيف على البغرير، كيجي خفيف، ما كيجيش ثقيل بحال البغرير، كيجي خفيف جاري شويه. صافي هنايا غادي نطحنو. هنايا ملي كنطحنو كيتجانسوا لي دوك العناصر كاملين. كنطحنو حتى كنحس ان ما بقاش كتبان لي ديك الزبده ولا البيض ولا فوق الخليط. هانتوما كما كتشوفوا كيولي خليط ابيض ما فيه حتى شي حاجه. تما كنوقف الخلط. صافي هنايا ساليت الخلط. غادي نديرو في نغطيه ب بالبلاستيك الغذائي ونخليه نصف ساعه. من بعد ما مرات نصف ساعه كنجيبو باش نطيبو. هانتوما شوفوا القوام ديالو خفيف. هنايا كديروا طبقه رقيقه، ما تغلظوش، كديروا غير شويه، ما كديروش بحال البغرير. ها هو هذا كنبقى عليه حتى كيدير دوك الفقاعات كما كتشوفوا اللي كيبانوا. كيتحمر لي من التحت، كنقلبو، كياخذ لي التحميره من التحت. ها انتم شوفوا كي دايره التحميره. كنقلبو. ملي كنقلبو كيتحمر لي غير في دوك النفاخات الهوائيه اللي دار، هادوك اللي كيتحمروا لي. ها انتم كما كتشوفوا. صافي كنحيدو اون فوا كيتحمروا دوك الفقاعات اللي دار، كنحيدو، كيتسمى طاب. صافي هنايا الكريب غني عن التعريف، كلشي كيعرف يطيبو. غير هو كاين المقادير اللي يجي بها الكريب زوين، وكاين المقادير اللي كيجي بها معجن. نتمنى الوصفه تجربوها، كتجي زوينه وواعره الصراحه.
كيجي زوين. كنقلبها. ها هي صافي طابت، نحيدها. هنايا من بعد ما طاب لي غادي نجيبو باش نديرو الشكلاط ها نتوما شوفوا شحال رقيق. هذه كانت ما بقاليش بزاف ديال ها نتوما شوفوا كي جاي رقيق ورطب وزوين. ها نتوما كنطويه ما كيتعجن ما والو. صافي غادي نبدي ندير له صوص الشوكولا والبنان. بنان مقطع دوائر. صوص الشوكولا كنت حاطاها في الثلاجه حتى عقادت. ها نتوما كيما كتشوفوا حتى عقادت مزيان. عاد غادي نخدم بها. هنايا هذا البنان مقطع. غادي نبدي ندير. نتوما كاين اللي كيعمرو بصوص كراميل، كاين كل واحد والاختيارات ديالو واش كيبغي ياكل فيه. كاين اللي كيبغي يدير الشوكولا ديال الدهن الشوكولا ديال الدهن ديال الخبز. المهم كل واحد يدير داكشي اللي متوفر عنده. انا ما متوفرش عندي الشوكولا ديال الدهن، درت صوص الشوكولا. جا زوين، جا رائع الصراحه. صافي غادي نعمرهم على هاد الطريقه. كندير شويه البنان مقطع في وسط الحبه، وندير صوص الشوكولا وندير في وسطها البنان مقطع ونطويها. كاين اللي كيديرهم مثلثات. كل واحد عنده الاختيار كيفاش غادي يدير له في الدريساج. نتمنى ينال اعجاب. هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي وشجعوني بلايكاتكم. ما تنساوش تجربوه، غادي تعشقوه الصراحه. احسن وصفه ديال الكريب. والسلام عليكم.